فرنسا رجعت تاني للتتويج بعد سنة 98 وخدت 2018. بتدخل البطولة وهي حامل اللقب لكن مع شوية غيابات، لكن معاهم أحسن لاعب في العالم. وزيدان قاعد بره مستني ايه اللي هيحصل، لأنه في كل الحالات أنا اللي هقودك يا فرنسا بعد ديشام. منتخب البرازيل رجع لقوته مرة تانية، تيتي عرف يحط كل التوليفة المنتظرة عشان يعود للتتويج مرة تانية. منتخب انجلترا بيحاول طول عمره يقول ان هي اتس كامينج هوم، وفي الواقع هي ما راحتش هوم الا مرة واحدة سنة 66. طموحات عالية وكواليتي المفروض انه عالي واعلام جامد جدا، لكن هل الفرقة قد المسؤولية هي وساوث جيت؟ منتخب اسبانيا بعد التتويج في 2010 هل هيعرف مع انريكي ان ياخد البطولة مرة تانية؟ اما الارجنتين فميسي قاعد بيقول خدت الكوبا امريكا اخيرا، توجت اخيرا ببطولة دولية، فامتى بقى اعتزل؟ وانا قايل للناس كفاية مقارنات بيني وبين مارادونا، عرفتوا ان انا كمان اعرف اجيبها يا سكالوني. كل ده هنشوفه مع بعض في حتفوت في كاس العالم، انا وانتم موجودين مع بعض وبنتابع مونديال قطر 22.